شوف يا اخي تاثير ميسي الخرافي على انتر ميامي. هتصدقني لو قلت لك ان ميسي تسبب في 200 مليون دولار ارباح سنويه؟ انتر ميامي بيحطم ثوابت الدوري الامريكي بخطوه جديده. ميسي ده كائن فضائي. كان تاثير النجم الارجنتيني ليونيل ميسي غير مسبوق في الدوري الامريكي لكره القدم. يعني كان نجوم كتير قبله انتقلوا الى الدوري الامريكي، ولكن يعني اكيد مش نفس الصيت اللي انتقل بيه ميسي. تاثير ميسي يا ابو الكباتن تجاوز حدود الملعب. اي نعم جاب لهم بطولتين، ولكن خلينا دلوقتي بره الملعب، وده سمح لانتر ميامي انه يكسر احدى القواعد الراسخه في الدوري الامريكي. انا معايا ميسي، انتوا معاكم مين؟ وحسب شبكه توك سبورت فان ايرادات انتر ميامي تضاعفت 4 مرات لتصل الى 200 مليون دولار سنويا، وده بعد انضمام ميسي طبعا. وعلما بان القميص الايقوني اللي هو رقم 10 كان الاكثر مبيعا لشركه اديداس في امريكا، وده للعام الثاني على التوالي. يعني ما كانتش طفره، لا ده احنا مستمرين. واوضحت فودي هيدلاينز ان انتر ميامي هيكسر تقاليد الدوري الامريكي، واللي هي ابو الكباتن ان بيطرح لكل الانديه قميص واحد بس في العام، وده بالتناوب مع الذهاب والاياب، بينما بيتم ترحيل الاخر الى الموسم السابق. انما انتر ميامي هيخالف الكلام ده وهيصدر قميصين جداد ذهاب واياب لموسم 2024 2025، وده من اجل الاستفاده من مبيعات قميص ميسي. مفيش والله كلام اقوله غير ان ميسي ده فضائي.